هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم، الجمعة 13 من سبتمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي. وضمن برنامج نافذة ثقافية لهذا الأسبوع، يقدم الزميل أحمد شريف قراءة في رواية الكاتبة الجزائرية ندى ماهري تحت عنوان مملكة الأمنيات، ثم يقدم في الجزء الثاني علاقة بعض رؤساء الدول بالأدب. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا الأولى عالميا في مجال الرقابة على الإعلام. رواندا تستقبل لاجئين إريتريين مرحلين من ليبيا. إقالة مدير الأمن القومي بالولايات المتحدة تكشف خلافات عميقة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أصدرت لجنة حماية الصحفيين والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها القائمة السنوية لأكثر الدول رقابة على الإعلام في يوم الثلاثاء 10 من أكتوبر الجاري. واحتلت إريتريا المركز الأول على مستوى العالم في أكثر الدول فرضا للرقابة على الإعلام المكتوب والمرئي. وجاءت كوريا الشمالية في المركز الثاني، وتركمانستان في المركز الثالث، والمملكة العربية السعودية في المركز الرابع، والصين في المركز الخامس، بينما احتلت إيران المركز السابع، وغينيا الاستوائية المركز الثامن. واحتلت جمهورية روسيا البيضاء المركز التاسع في القائمة، والتي جاءت في المركز العاشر منها كوبا. وتعتبر إريتريا من أسوأ الدول في مجال حرية الصحافة واعتقال الصحفيين، وتحتل دوما رأس القوائم لدى المنظمات المهتمة بحرية الصحافة، مثل منظمة مراسلون بلا حدود، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ومنظمة هيومن رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية. أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأنها وقعت في 10 من الشهر الجاري اتفاقا مع رواندا تقوم بموجبه كيغالي باستقبال 500 لاجئ أفريقي، من ضمنهم إريتريين مرحلين من ليبيا. وجاء الاتفاق على خلفية الظروف السيئة التي يعيشها المهاجرون غير الشرعيين في ليبيا مع تزايد وتيرة الحرب الأهلية هناك، حيث لقي العديد منهم مصرعه في غارات جوية في العاصمة طرابلس، ويعاني الكثير منهم من ظروف إنسانية بالغة السوء في معسكرات التحفظ. وكانت رواندا قد وقعت اتفاقا مماثلا مع إسرائيل من قبل تقوم بموجبه باستقبال لاجئين أفارقة، من ضمنهم إريتريين مبعدين من إسرائيل. ورغم المبادرة الرواندية، إلى أن مصادر إذاعة إرينا من كيغالي تفيد بأن الأوضاع التي يعيش في ظلها اللاجئون الإريتريون في رواندا سيئة، ولا تتوفر لديهم المتطلبات الإنسانية الأساسية. كشف مراقبون دبلوماسيون بأن البيت الأبيض يشهد فوضى كبيرة في مجال إدارة السياسة الخارجية، خاصة بعد قرار رئيس دونالد ترامب إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه. وكان الرئيس ترامب قد صرح بأنه أبلغ جون بولتون بأن خدماته لم تعد مرقوبة في البيت الأبيض، وأعلن أنه سيعين خليفة له الأسبوع المقبل. ويعتبر بولتون المستشار الثالث الذي يفقد منصبه بعد كل من مايكل فلين و HR ماكماستر. وقال مراقبون بأن هذا التطور جاء وسط تقارير حول خلافات في إدارة ترامب حول إلغاء خطة سلام بدعوة ممثلين عن حركة طالبان إلى الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام للصحفيين: لم تنل الكثير من سياسات بولتون إعجاب الرئيس، وكان بينهما خلافات حادة. ويعتبر بولتون من الصقور في الإدارة الأمريكية، وكان من الداعين إلى استخدام القوة ضد إيران. من ناحيتها علقت إيران بأن إقالة جون بولتون تشير إلى تخبط سياسة الولايات المتحدة ضدها.
المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر من واشنطن نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إريتريا تحتل المركز الأول عالميا في مجال الرقابة على الإعلام. رواندا تستقبل لاجئين إريتريين مرحلين من ليبيا. إقالة مدير الأمن القومي بالولايات المتحدة تكشف خلافات عميقة. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل، هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بحضراتكم سادتي وسيداتي إلى حلقة في برنامج نافذة ثقافية، وفيها نقدم لكم موضوعين. الأول قراءة في رواية الكاتبة الجزائرية ندى مهري المعنونة بمملكة الأمنيات، ذلك من خلال استعراض قراءة الدكتور الوزير المفوض عصام البرامي لها. وفي الجزء الأخير نتناول نماذج لرؤساء حبوا الفن والأدب قبل تولي منصب الرئاسة، ذلك نقلا عن موقع اليوم السابع الإلكتروني. فأهلا ومرحبا بكم إلى النافذة الثقافية. هذه إذاعة إرينا. يستهل معالي الوزير المفوض بجامعة الدول العربية الدكتور عصام البرام قراءته في رواية الكاتبة الجزائرية الأستاذة ندى مهري بهذا العنوان: فانتازيا الخيال وفن الإبداع في مملكة الأمنيات. ويضيف: لقد شكلت الرواية بالمفهوم العميق بعدا وعمقا للحياة وتأملات ورؤى متعددة المستويات والأساليب، كذلك منهجا أخذ ينضج كنتيجة للتطور الإنساني من خلال البحوث والدراسات الأدبية والإنسانية المختلفة. والرواية هي مطارحات وسير الشخصيات لواقع ما وسلوك حياتي أو مدن وحارات، فهي منظومة متعددة يمتلكها المبدع الروائي في رسم أحداثه وشخوصه وفعله الإنساني المتخيل. وقد يدخل فيها التعدد بالأغراض من حيث الخداع والدس أو توظيف الوثائق فيها بدعم الشخوص والأحداث بما يرتقي إلى أرشفة الحدث الإنساني والرواية، إن كانت حقيقة أو خيالا، لأجل وصولها إلى المتلقي بغية الإقناع. أقول هذا كمدخل لقراءتي لرواية مملكة الأمنيات للكاتبة الجزائرية ندى مهري الصادرة عن دار فهرست للطباعة والنشر والتوزيع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الرواية كما يرى الكاتب البرام تأخذ أسلوب تعدد الأصوات القائمة على تعدد المواقف والرؤى الفكرية، كذلك الاختلاف الأيديولوجي لفكرة الفانتازيا التي يسهم فيها نمط من الخيال القائم أو المتأرجح بين الفانتازيا والخيال الذي يعطي صورا من الخيال العلمي للكاتبة. وتحاول الكاتبة ندى مهري من خلال شخوص رواياتها وأبطالها هدهدة وملكة النجوم والأميرة المضيئة والقلادة النجمية والقاضي العادل أبو الأمنيات والقرش الأزرق والدولفين إلى آخره. لقد جاء السرد الإيقاعي للنص الروائي بتناغم رنيني للبطلة هدهدة، تلك الفتاة الصغيرة التي تعرفت على الأميرة المضيئة الساقطة من الفضاء الخارجي، فوجدت نفسها في غرفة هدهدة. وعندما حكت لهدهدة ما حدث لها، قامت الأخيرة بمساعدة الأميرة المضيئة في البحث عن أمها ملكة النجوم حتى وجدتها. وتقديرا لهدهدة أهدتها ملكة النجوم الأم قلادة النجمية، وهي قلادة سحرية كوسيلة اتصال بينهما. وكانت هدهدة متيقنة أن رسائلها تصل إلى الأميرة مضيئة عبر التخاطر، حيث تتصل بها عبر تلك القلادة النجمية التي أهدتها إليها ملكة النجوم، ولكن لم تحصل على استجابة كل هذه السنوات، أي يعني الاتصال بها. فالكاتبة تشير إلى مفهوم شفرة الانتقال عبر الزمن. إن الفعل الرومانسي لخيال الروائي يمنح بطله مغامرة خرافية مع صديقتها الأميرة مضيئة التي قدمت من مملكة النجوم إلى كوكب الأرض بحثا عن شخصية القاضي العادل أبو الأمنيات. فهدهدة
تشك أن كل ما مر في صباها مجرد أوهام لتتخطى إحساسها بالوحدة، فهي وحيدة أبويها، وربما ما جعلها تستحضر كل تلك الشخصيات الشبحية وتتحدث إليهم، فهي تقول عن بطلتها: أوليس لكل طفل صديق وهمي وحده يراه ويشعر بوجوده ويتحدث إليه؟ إن قراءة الرواية كما يقول البرام ومنذ الوهلة الأولى تقودنا إلى عالم الخيال القائم على المزاوجة بين الأطر الفنية المركبة، والتي توحي للمتلقي بأنها تقدم انطباعا أوليا بأنها تمثل الإفراط بالعاطفة المشبوبة المترنحة بين الوهم والنزوع إلى عالم افتراضي في وجدان بطل الرواية، أي الوجدانيات التي تصاحبها الرقة المتناهية. فالرواية عالم قائم على عمق التأمل في الواقع الإنساني بين المتخيل والمضاف الإبداعي، وبين الخلق والإبداع، وبين التأويل والاستنباط. وفي هذه الرواية نجد أن الكاتبة تحمل أبطالها ثقلا أكثر مما ينبغي. فهدهد التي درست علم الفلك لتفي بوعدها الذي قطعته ذات يوم أمام ملكة النجوم وصديقتها الأميرة مضيئة قبل مغادرتها كوكب الأرض، كان عالمها افتراضيا بامتياز، وصداقتها في العالم الافتراضي أكثر من صداقتها في الحياة الواقعية. عزيزي المستمع، لا زلتم مع إذاعة إيرنا الدولية، وهذه الحلقة في النافذة الثقافية. لم تكن هدهد فتاة اجتماعية، فهي تمضي أغلب وقتها في متابعة المواقع الإلكترونية الخاصة بعلم الفلك ومراقبة النجوم وحركتها عبر جهاز التلسكوب. كما كانت متيقنة أن رسائلها تصل إلى الأميرة مضيئة عبر التخاطر، وكانت تتصل بها عن طريق القلادة النجمية التي أهدتها لها ملكة النجوم الأميرة مضيئة. هنا تمتلك الرواية من الشخصيات والأمكنة التي تفاجئ المتلقي بظهور بطل وسط الأحداث يمثل انعطافا في الشخصية المحورية، مما يحول الصراع الدراماتيكي إلى علاقة عاطفية تنقل الكاتبة بطلتها إلى علاقة الحب مع الشخصية ضحوك. فهو ليس مهرجا يعمل في السيرك فحسب، أيضا هو عازف كمان بارع، وكلما عزف بكمانه الكريستالي الشفاف رفرفت موسيقاه الجميلة في كل مكان، فيبتهج كل من في السيرك من زوار وعاملين، وحتى النباتات تتطاير وتتمايل من سحر عزفه، ويوحي بأن الكمان الكريستالي الذي فقده يوما ما وجده عند هدهد، والذي شكل نقطة تحول في الميزان العاطفي للأحداث. وهكذا نجد أن الرواية تستعمل لغة مكثفة سهلة يستكشفها المتلقي بشفافية، بحيث يبقى الروائي محتفظا بالثيمة الأساسية في قمة الصراع داخل النص، على الرغم من غرابة وشبحية الدهشة التي تثيرها لدى المتلقي. وقد تجد أحيانا أن الكاتب أو السارد قد يملي عليه خياله بإحساس يستعين بعلم الباراسايكولوجي في محاولة لفك الطلاسم السحرية الغامضة في العالم اللامرئي. ويضيف الدكتور البرام فيقول في قراءته: إن الاستغراق في نص مملكة الأمنيات والغوص في مكامن بعدها المكاني والزماني لم يفرق بينهما، فقد استعانت الكاتبة بالبعد الروحي للالتقاء بين هدهد والأميرة المضيئة والتواصل مع ملكة النجوم عبر القلادة النجمية، حتى تجد أن الانتقال إلى الواقع الذي ترتبط به هدهد مع الآخرين كشخصية ضحوك والقاضي أبو الأمنيات، وما تتمخض من رؤى وجدلية العلاقة بين كل من هؤلاء من جهة، والدولفين والقرش الأزرق اللذين شكلا هرم الصراع داخل النص من جهة أخرى، لتشكل البعد الحقيقي للهوس العاطفي الذي يستشعر المتلقي أنه بين كاتب يحلق بخياله للوصول إلى نقطة الالتقاء بين أي كاتب من جهة والمتلقي وقراءة النص من جهة أخرى. وتفاجئنا شخصيات في الرواية كالشاب ضحوك عندما يتفق مع القرش الأزرق الذي طلب منه أن يساعد هدهد
مع الدولفين الشرير، فهذا الأخير التي تسعى الكاتبة أن تجعل منه رمزا للسعي على الاستحواذ والامتلاك لكل شيء على الأرض أو الفضاء أو البحر، رغم الصورة المرسومة بهذا الحيوان الأليف، فهو الذي سرق القلادة النجمية واستبدلها بأخرى مزيفة وأعطاها إلى هدهدة، وبالتالي فقدت هدهدة التواصل مع الأميرة المضيئة، وتستمر الكاتبة في تتبع هارموني لخطوات روايتها لتفاجئنا بشخصية أبو الأمنيات، حاكم مملكة الأمنيات والمسؤول الأول عنها، وهو الذي أخفى الأميرة المضيئة عنده خوفا من الدولفين الشرير. وعندما ننتقل إلى الفصول الأخيرة كما يقول الدكتور البرام في قراءته لرواية مملكة الأمنيات، يقول: ينتقل الحال من الحاكم أبو الأمنيات إلى ضحوك ليبلغه أي أبو الأمنيات أن يقوم بمهمة البحث عن هدهدة، لأن علاقته مع القرش الأزرق طيبة ومسالمة ويمكنه من الاستمرار بالمهمة، فضلا عن أنه أراد بديلا عنه لهذه المهمة. هنا يكمن المعادل الموضوعي بالعثور على آلة الكمان التي فقدها ضحوك ليجدها عند هدهدة، والتي ظنت حينها أن هذه الآلة التي كانت في غرفتها يوما ما هي هدية مملكة النجوم إليها، بل أدركت فيما بعد أنها تعود إلى ضحوك لتحولنا الكاتبة إلى الرمز الكامن والإشارة إلى أن الموسيقى أي آلة الكمان هي البعد الفعلي للقيمة الشفافة والعالية، المعنى الكامنة في جوهر الموسيقى، ومعنى الحب كتدليل على علاقة الحب بين ضحوك وهدهدة وزواجهما. في الأخير يقول: قد ترتقي الرواية هنا إلى تحفيز الوعي الإنساني وإثارة العقل الحديث بكتابات روائية تسعى للنهوض بتجديد نمط حداثي أو دليل كبير لخصوبة خيال الكاتبة، أو النزوع نحو البحث والانتقال نحو روايات تخرج عن النمطية والأسلوبية واللون والشخصيات. هذه إذاعة إرنا. تابعتم سادتي في الجزء الأول استعراضا لقراءة الوزير المفوض الدكتور عصام البرام في رواية مملكة الأمنيات للكاتبة الجزائرية ندى مهري. في الأخير وضمن هذه النافذة نقدم لكم سادتي نماذج لرؤساء أحبوا الفن والأدب قبل منصب الرئاسة، فكونوا معنا وإذاعة إرنا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، الإبداع هو متنفس الحياة للانطلاق فيها بحب وحيوية، وقد يكون البعض موهوبا في إحدى جوانب الإبداع، وربما يكون لديه حلم في ذلك، لكن الحياة دائما لا ترسم كما يريد صاحبها. عدد كبير من الرؤساء والزعماء والقادة السابقين تحولوا من الفن إلى السياسة، وبعضهم وصل لمنصب الرئيس بعدما كان كل أمله هو النجاح في مجال الفن ووصوله إلى الناس، ولكن الأمر تحقق على الساحة السياسية. من هؤلاء الزعماء الذين عملوا بالسياسة بعدما كانت بداياتهم في الفن أو كانوا يرغبون العمل فيه هتلر. عاش هتلر على معونة للأيتام ومساعدة من والدته، ثم توفيت والدته عندما كان في السن 18، وحاول أن يشق طريقه بعدها كرسام في فيينا، حيث كان ينسخ المناظر الطبيعية الموجودة على البطاقات البريدية ويبيع لوحاته للتجار والسائحين. لكن أكاديمية الفنون رفضته مرتين، لذلك اضطر هتلر للحياة في مأوى للمشردين، ثم في العام التالي استقر في منزل يسكن فيه الفقراء من العمال. خلال هذه الفترة بدأت عليه أفكار قومية والخوف من مهاجر الشرق، وكان هتلر ما كان. أما الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر مارس التمثيل على المسرح، كما ذكر الأستاذ محمد حسنين هيكل قائلا: كان للأدب الإنجليزي تأثير ملحوظ على وجدان عبد الناصر، الذي لم يكتفي بالقراءة بل كتب مقالا في مجلة
أي مجلة مدرسة النهضة الثانوية بعنوان فولتير رجل الحرية، كما انضم لفريق المسرح بالمدرسة وقام بتمثيل مسرحية يوليوس قيصر لشكسبير مع فريق المدرسة في حفل أقيم في 19 من يناير 1935 في حضور وزير المعارف في ذلك الوقت، وجسد دور يوليوس قيصر نفسه الذي لقي مصرعه بعد خيانة مجلس الشيوخ له. وماذا عن الأديب السنغالي الشهير الذي أصبح رئيسا للجمهورية سينغور؟ سينغور كان أديبا وشاعرا إفريقيا مشهورا، ويعتبره الكثيرون أحد أهم المفكرين الأفارقة في القرن العشرين، كما تولى منصب رئيس السنغال من الفترة 1960 وحتى 1980 وترك المنصب بكامل إرادته بعد ذلك. يعتبر سينغور أول رواد تيار الزنوجية، ومن أوائل من روجوا لمصطلح الزنوجة في الأدب الإفريقي بعدما استخدمها الشاعر الهندي إيمي سيزاس عام 1939، وكان ذلك يعبر سادتي عن صرخة الأفارقة الذين يتحدثون اللغة الفرنسية. كان سينغور أحد مؤيدي الفيدرالية الإفريقية المستقلة حديثا، وهو مؤلف النشيد الوطني السنغالي الأسد الأحمر. محمد أنور السادات كان الرئيس الراحل أنور السادات ضمن فريق التمثيل في المدرسة، ويذكر الكاتب أنيس منصور أنه في إحدى الأيام جاء مذيع أمريكي يدعى جورداش ليجري معه حوارا أي مع السادات، وفجأة قال له: ما رأيك يا سيادة الرئيس لو أننا قمنا بتمثيلية معا؟ أنا أقوم بدور السادات وأنت تقوم بدور مناحم بيغن، وأن يكون هذا التمثيل مرتجلا. فتكلم السادات بلسان بيغن مهاجما السادات والعرب، ثم طلب أن يعود على نفسه ويرد على الكلام الذي قاله على لسان بيغن، وضحك السادات وهاجم بيغن بعنف، مؤكدا لبيغن أن مثل هذا التفكير العتيق لن يحقق السلام بين إسرائيل والعرب. جوزيف أسترادا تولى الرئاسة في دولة الفلبين. الممثل الفلبيني جوزيف أسترادا الذي اشتهر في أداء أدوار رئيسية في العديد من الأفلام والمسلسلات الفلبينية لمدة 30 عاما، واستطاع من خلال شعبيته الفنية تحقيق انتصار خلال الانتخابات البلدية، وبعدها نجح في أن يصبح رئيسا للبلاد عام 1998. وأخيرا ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، قدم بعض الأدوار الهامشية كوكومبارس في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، برغم كونه رجل أعمال ناجح، لكنه بدافع اكتساب الشهرة والترويج لتجارته شارك في بعض الأفلام والمسلسلات، مثل الفيلم الأمريكي الشهير هوم ألون في عام 1992. وتنوعت مشاركات ترامب السينمائية في مشاهد قصيرة لا تتعدى في أغلبها بعض ثواني، من ضمنها دوره في الفيلم الكوميدي المشهور الذي كان عام 1998، وحصل من خلاله على جائزة التوتة الذهبية زراي التي تمنح لأسوأ ممثل وأسوأ فيلم سينمائي كأسوأ ممثل في هذا العمل الفني. وفي العام ذاته ظهر في إعلان تجاري عن لعبة من صناعته وتحمل اسمه. وقبل ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية كان الرئيس رونالد ريغان ممثلا بأدوار مغمورة في السينما الأمريكية قبل أن يحصل على فرصة للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ نجح في الوصول إلى كرسي الرئاسة الأمريكية. بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد هو مؤرخ وروائي من أصول تركية، صدرت له العديد من الأعمال التاريخية والروائية، لكن تجربته الروائية اقتصرت على عمل واحد لم يجد شهرة كبيرة، رغم أنه وزع 50,000 نسخة وقت صدوره عام 2005، ولم يستمر في كتابة الروايات، حيث أصدر 3 كتب، أحدها رواية 72 عذراء 2004، ودور تشرشل كيف صنع رجل فرد التاريخ عام 2015، وحلم روما عام 2007. باع من كتبه قرابة 500,000 نسخة على الرغم من رداءتها بحسب النقاد.
كنتم آنساتي سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية، وفيها قدمنا لكم موضوعين. الأول قراءة في رواية الكاتبة الجزائرية ندى مهري التي جاءت تحت عنوان مملكة الأمنيات، التي قرأ فيها الدكتور الوزير المفوض عصام البرام. وفي الجزء الأخير تحدثنا عن نماذج من رؤساء أحبوا الفن والأدب قبل تولي منصب الرئاسة. عزيزي المستمع، قد يتبادر إليك السؤال الذي مفاده: أين ذهب عقل أولئك الرؤساء المحبين للفن والأدب بعد أن أصبحوا رؤساء؟ نترك الإجابة لرأي المستمع، لكننا نؤكد أننا على استعداد لاستقبال آرائكم واستعراض ما تخطه أقلامكم في هذا الشأن أو غيره. فقط راسلونا على عنواننا الذي يذاع في نهاية كل فترة. في الختام سادتي، تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا زميلي العزيزين فتحي عثمان وبنيام سمعون وكل الفريق العامل بالإذاعة. إلى اللقاء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا نقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إريتريا تحتل المركز الأول عالميا في مجال الرقابة على الإعلام. أصدرت لجنة حماية الصحفيين والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها القائمة السنوية لأكثر الدول رقابة على الإعلام في يوم الثلاثاء 10 من أكتوبر الجاري. واحتلت إريتريا المركز الأول على مستوى العالم في أكثر الدول فرضا للرقابة على الإعلام المكتوب والمرئي. رواندا تستقبل لاجئين إريتريين مرحلين من ليبيا. أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأنها وقعت في 10 من الشهر الجاري اتفاقا مع رواندا تقوم بموجبه كيغالي باستقبال 500 لاجئ أفريقي من ضمنهم إريتريين مرحلين من ليبيا. إقالة مدير الأمن القومي بالولايات المتحدة تكشف خلافات عميقة. كشف مراقبون دبلوماسيون بأن البيت الأبيض يشهد فوضى كبيرة في مجال إدارة السياسة الخارجية، خاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه. وكان الرئيس ترامب قد صرح بأنه أبلغ جون بولتون بأن خدماته لم تعد مرغوبة في البيت الأبيض، وأعلن أنه سيعين خليفة له الأسبوع المقبل. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل تذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل الختام أيضا نذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.